مساء الخير. في كتير مننا أو كلنا بنحب، يعني كتير مننا بيحبوا الحيوانات، بس بتصدر مننا تصرفات صغيرة بسيطة بس تكون غلط. بتضايق الحيوان أو بتتعبه. النهاردة هنتكلم عن الأخطاء دي، ازاي نتفاداها علشان تخلي حياتهم أحسن. مثلا الصوت العالي والصريخ. الصوت العالي والصريخ بيربكهم، بيخليهم يتضايقوا ومرتبكين، يخافوا، يبقوا متوترين. المفروض لازم احنا نحسسهم بالأمان، لازم نكون واحنا جنبهم نكون هاديين عشان يحسوا فعلا بالأمان ده. العنف وقت التدريب. مثلا الكلب، احنا بندرب الكلب طبيعي، مثلا الكلب لما ندربه يعمل حاجة غلط، نشد السلسلة أو نزعقله، ده غلط. احنا كده بنخوفه، وممكن كمان يعني نخلي عنده يبقى جبان، مبقاش كلب سوي. بالعكس، المعاملة الطيبة هي دي اللي بتجيب نتيجة، لكن عنف عمره ما يجيب نتيجة. مثلا ترك الحيوان لوحده فترة طويلة، لأن ده بيخليه كمان حزين زعلان. ما ينفعش ان احنا نتركه فترة طويلة، يعني يتضايق. الكلب او القط هما الاتنين يقعدوا لوحدهم دي نفسيا بيتضايقوا جدا، فلازم نحاول نلاقي وقت ان احنا نقعد معاهم فيه، واحنا كمان ده مفيد لينا، احنا كمان احنا بنتبسط قبليهم. مثلا تاني اهمال الدكتور، يعني في ناس بتستنى لما الحيوان يتعب عشان يروح للدكتور، بس اللي في حاجات لما نروح لها بدري زي تطعيمات او نهتم بيها بدري، تطعيمات والنظافة، ده طبعا بيكون افضل بكتير، لان بنتفادى حاجات كتير احنا غنى عنها. مثلا اكلهم سواء القطة او الكلب، الشوكولاتات، الحاجات السكرية، الحاجات المحلية. العظم الكلب عادي، بس مثلا مش كل العظم، يعني حاجات رفيعة لا. القط طبعا ما بياكلش عظم خالص، فلازم نسأل ونتأكد ان الاكل ده صحي ليهم او كويس ليهم، ولازم نشوف يكون فعلا صحي ويكون مفيد ليهم ولا لا. مش اي اكل يتاكل واي حاجة تتحط لهم وخلاص، لا، هم روح مسؤولين مننا، احنا مسؤولين عنهم. الضغط عليهم ان احنا عايزين نحضنهم ونعيط، مش عارفة ايه الحركات دي، لا، لازم نديهم مساحة بحريتهم، هم اللي يجولك، يعني نسيبهم لما هم بنفسهم يجوا عندك تلعب معاهم وتحضنهم، لكن ما تضغطش عليهم ده، لان انت محتاج حرية ومحتاج مساحة، هو لازم كمان يحس بالمساحة وحرية. وخصوصا القطط بتحب دايما تكون مستقلة، لان هي دايما عندها استقلال وبتحب الاستقلالية جدا. وفي الآخر أقول لكم، الرفق بالحيوان مش أكل وشرب، هو فهم ومعاملة وحب ورحمة. كل واحد فينا لو خلى باله من التصرفات دي هنخلي حياة الحيوان اللي عنده أجمل وأحسن وأهدى. ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان توصل الرسالة لكل واحد بيحب الحيوانات. وباي باي.